السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. حبيت اوريكم نهاية يومي بيكون عامل ازاي. عايزة اقول لكم من الحاجات الأساسية اللي لازم تعمليها في يومك، لازم تعمليها، انك تنامي وما وراكيش اي حاجة، وانك تصحي الصبح وانتي برضو ما وراكيش اي حاجة، تفتحي عينيكي على الشكل الحلو، على الريحة الحلوة، على النظافة، على الروقان، على راحة البال. من الحاجات السلبية اللي بتقفل يومك وبتخلي فيه طاقة سلبية في البيت انك تكوني سايبة مواعين في الحوض، او تكوني سايبة البيت متبهدل، او يكون فيه كمية تراب فظيعة جدا تحت اساس البيت. لازم تاخدي بالك من تفاصيل مهمة قوي حتى لو هتعمليها كل اسبوع. انا الحمد لله ربنا مقدرني ان انا بعمل الحاجة دي كل يوم، وبحسها فيها راحة نفسية قوي. آه في حياتي انا بحس براحة في الحاجات دي. يعني انا اي نعم الموضوع بيبقى شاق ومتعب، بس انا من النوع اللي لازم ينام والمطبخ نظيف، لازم ينام والحوض ما فيهوش مواعين، البوتاجاز مغسول معلهوش اي دهون، وكمان معلهوش اي حلل فيها بواقي من الاكل. كمان من الاساسيات عندي ان انا يكون الاساس بتاعي مترتب، مفيش مخدات بقى، ولا في حاجة مش محطوطة مكانها، مفيش ورق مناديل، مفيش حاجات تخص دراسة ابني هنا او هنا او هنا، مفيش تراب تحت الاساس او حوالين الشبابيك، مفيش ستاير تكون مبرومة برمة مش مظبوطة، او تكون محطوطة حتى مش حلوة، او الشكل العام بتاعها هيكون مش حلو. باخد بالي قوي من التفاصيل اللي بتدي راحة للعين. خدي بالك من التفاصيل، ممكن تروقي وممكن تنظفي وممكن تعملي حاجات كتيرة قوي تهلك وتتعب، بس انتي برضو متحسيش براحة نفسية بنسبة مثلا هنقول 99%، عشان في تفاصيل كده بتفوتك. خدي بالك من كل تفصيلة في بيتك، حبي بيتك وحبي أدواتك وحبي مطبخك وحبي كل حاجة في يومك، عشان الحاجة تحبك، عشان تعمليها بكل سلاسة وراحة بال. أنا من النوع زي ما قلت لكم بحب أقوم، ومن اساسياتي ان المطبخ عندي يكون فل، الحوض ما فيهوش مواعين، البوتاجاز ما عليهوش اي دهون ولا عليه اي حاجه، وان كل اساس البيت عندي تكون كل حاجه مكانها ومترتبه. ان امشي ايدي كده تحت اي مكان في البيت فيه عفش، سواء كرسي، دولاب، كومودينو، سراحه، اي حاجه، امشي ايدي تحتيها ما احسش ان في تراب او في وبر. والله الموضوع متعب بس حلو قوي برضو مع الوقت. بصوا بوتاجازي، رغم ان اليوم الحمد لله يا ربي معدي بسلام، يومي خلص الحمد لله، بوتاجازي زي الفل. اي بواقي اكل بتتشال عندي في علب بغطا، ما بتتشالش بحلل في التلاجة عندي. الرخام عندي ممسوح مسحة كويسة قوي بالكلور، وبعد كده لمعه بالخل. الحوض عندي فل. نهاية يومي بقى زي بدايته بكوباية قهوة حلوة كده زيكم، كوباية قهوة مظبوطة. لما تصحي من النوم وبيتك فل، اول حاجة تعمليها ان انتي تشربي كوباية قهوة او كوباية نسكافيه او اي حاجة انتي بتحبيها، تظبط الدنيا كده معاكي في الاول، وبعد كده تسمي بالله، وبعد كده تبتدي ان انتي تكملي يومك. نهاية اليوم عندي بعد ما خلصت كل اللي ورايا هي نفس كوباية القهوة اللي بتظبط مزاجي كويس قوي. بصوا هي اتكسرت مني النهاردة، قدر الله ما شاء فعل، بس برضو مش هرميها، هي شغالة وكويسة وكل حاجة. زي ما قلتلك حاجات بسيطة قوي في بيتك لازم تعمليها عشان الطاقة السلبية وعشان راحتك النفسية. وكل ما انتي كنت نظيفة ومرتبة، كل ما ولادك كمان بقوا منظمين ومرتبين في حياتهم. الناس اللي سألتني انا ليه ما بنزلش وصفات عندي، ما بطلعش اتكلم في الفيديوهات، علشان سببين. اول سبب ان اغلب الفيديوهات دي انا عاملاها قبل كده، لو رجعت الفيديوهات القديمة، وعليها المقادير بالنص، مش سايبة فيها ولا حتة صغيرة قد كده، فعشان الفيديوهات متكررة بس بشكل مختلف، عشان كده انا منزلتش عليها اي صوت. تاني حاجة بقى كمان علشان خاطر انا بحب اذاعة القرآن الكريم جدا، لما بتبقى على الفيديوهات بحس براحة نفسية قوي، وزي ما انا بحس براحة نفسية كمان ببقى عايزة اللي قدامي وهو بيتفرج كده يكون مستمتع بأيام زمان وروايح زمان. كده فيديو يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.